السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نوضح لكم شنو هما الأمور اللي خاصكم تركزوا عليها في المراجعة ديالكم بالنسبة لعلوم التربية، وشنو هما الأشياء اللي ما خاصكمش تسوقوا ليها أو لا ما خاصكمش تعطيوها واحد الاهتمام كبير، لأنني ما بغيتكمش تطيحوا في نفس المشكل فاش أنا طحت فاش كنت كنبريباري، أنني مشيت كنركز على بعض الأشياء اللي هي أصلا ماشي مهمة. وباش ما ننسى داك الشيء حاولت انني نعتمد على التوصيف، وحاولت انني نسجل هذا الشيء هذا. غادي نبدا لكم بالاشياء اللي خاصكم تركزوا عليها، الاشياء اللي خاصكم تبريباريو ليها مزيان، اللي هي هذه دابا اللي غادي نقول لكم هنايا. اولا نظريه النمو، النظريات ديال النمو، عوامل النمو، علم النفس التربوي مهم بزاف. فاش كنقولوا علم النفس التربوي راه دوك النظريات ديال التعلم، بحال البنائيه، بحال السلوكيه، السوسيو بنائيه الى غير ذلك. ثاني المقاربات البيداغوجيه، بحال مثلا بيداغوجيا الاهداف نعرفها، المفاهيم ديالها نعرف كيفاش كيحدث فيها التعلم، نفهمها مزيان. ثاني كاينه المقاربه بالكفايات، نعرف دوك مناش كتكون الى غير ذلك، كلشي نعرف على المقاربه بالكفايات. طرائق التدريس، واحد الحاجه هنا مهمه اللي بزاف ديال الناس كيتشكاو منها شيئا ما، هي سوسيولوجيا التربيه وديناميه الجماعه. حاولوا انكم تقلبوا في جوجل، راه كاينين بعض البي دي افات اللي مختصرين بزاف اللي كيديو على سوسيولوجيا التربيه، وغادي تلقاو ايضا بعض الفيديوهات. عندنا ثاني هنايا المفاهيم، المفاهيم ديال سوسيولوجيا التربيه خاصكم تكونوا عارفينهم. ثاني التربيه الدامجه، التربيه الدامجه راه كاينين بعض الفيديوهات اللي كيشرحوها كذلك في اليوتيوب، التربيه الدامجه وداك الشيء علاش كتبنى، ودوك كاينين بعض المبادئ ديالها الى غير ذلك خاصكم تعرفوهم. عندنا ثاني مفاهيم ديداكتيكيه، فاش كنقول المفاهيم ديداكتيكيه بحال المثلث الديداكتيكي، التعاقد الديداكتيكي الى غير ذلك، النقل الديداكتيكي، علاقه الديداكتيك بعلوم التربيه. يعني هادو هما الاشياء اللي بغيتكم انكم تركزوا عليهم. نعاودهم: عندنا نظريه النمو، عوامل النمو، علم النفس التربوي، المقاربات البيداغوجيه، مثلا بيداغوجيا الاهداف، المقاربه بالكفايات. عندنا طرائق التدريس، سوسيولوجيا التربيه وديناميه الجماعه، المفاهيم ديال سوسيولوجيا التربيه، التربيه الدامجه، مفاهيم ديداكتيكيه. فاش كنقول مفاهيم ديداكتيكيه بحال النقل الديداكتيكي، التعاقد الديداكتيكي، المثلث الديداكتيكي. ثاني علاقه الديداكتيك بعلوم التربيه. اشنو هما الاشياء اللي ما بغيتكمش تعطيوها واحد الاهتمام كبير؟ هو ماشي ما غاديش تبريباريو ليها كاع، حيت ان شاء الله الا دزتوا للشفوي يمكن غيسولكم عليها، ولكن واخا غيسولوكم راه ماشي غادي يتعمقوا معاكم بزاف، غادي يسولوكم غير على دوك المبادئ الكبرى. الاشياء اللي ما بغيتكمش تركزوا عليها بزاف هي دوك المستجدات. انا كنقول غير ما تركزوش عليهم بزاف، ماشي كاع ما تطلوش عليهم. يعني انا شنو وقع ليا، القصه ديالي انني دوك المستجدات بحال الرؤيه الاستراتيجيه، قانون الاطار، داك الميثاق الوطني للتربيه والتكوين، بزاف ديال الناس واللي انا منهم كنمشيو كنراجعوهم مزيان، كنتيليشارجي بي دي افات كنقراوهم مزيان الى غير ذلك. المنهاج ثاني، ولكن الا شفتوا التوصيف ديال الثانوي راه 90% لداك الشيء اللي قلت لكم تركزوا عليه، و10% خاصه بالمنهاج، شنو هو المنهاج والمستجدات ديال التعليم 10%. ولكن 90% راه هي اللي فيها دوك النظريات وفيها دوك سوسيولوجيا التربيه الى غير ذلك. يعني هاد المستجدات ما كنقولش لكم ما تراجعوهمش كاع، راه غير الفيديوهات كافيين، عرفوا عليهم غير دوك المبادئ الكبرى، ولكن ما تحاولوش مثلا تبقاو تحفظوا فيهم بزاف وتجعلوهم هما الهم الوحيد. حيت بزاف ديال الناس دابا جالس كيحفظ تما في المستجدات، قانون الاطار كيتكون من كذا كذا، الرؤيه الاستراتيجيه كتكون، كيبدا يحفظ بزاف. لا 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 لا، حاول تعرف غير كل مستجد اشنو هي الاشياء الكبرى اللي جا بها، خارطه الطريق مثلا اللي 2022 2025 نعرف عليها مثلا المبادئ الكبرى، بلا ما نبقى نديطايي ونحفظ ونمرض راسي. لا، ركزوا على داكشي الاهم اللي قلت لكم في الاول. اما هذا الشيء هذا ديال المستجدات يكفي فيديوهات تعرفوا غير واحد الفكره فقط، باش ما يعني باش ما توقع في نفس المشكل. حيت الا رديتوا البال الامتحان ديال الثانوي 2022 راه الاسئله ديال المنهاج والمستجدات نقدروا نقولوا نادره، كيكون اسئله قليله، ولكن في سوسيولوجيا التربيه وفي علم النفس التربوي الى غير ذلك كنلقاو اسئله كثار. ركزوا على داكشي اللي قلت لكم في الاول، وكنتمنى لكم التوفيق، وما تنساوش تشتركوا في القناه باش ان شاء الله يوصلكم الفيديوهات الاخرين. واي موضوع بغيتوني مثلا ندوي عليه او لا شي نصيحه او لا شي استفسار عندكم، حاول انكم تكتبوا لي في التعليقات، وكنتمنى لكم التوفيق.